لعيبه الاسماعيلي دايما وابدا بنقول عليهم من احسن اللعيبه المصريه، ولكن مفيش احتواء من الاداره، مفيش تركيز من اداره نادي الاسماعيلي مع اللعيبه، مفيش كلام مع اللعيبه، مفيش استعداد انك انت تعمل لعيب بحجم الناس اللي كانت في الاسماعيلي زمان. لا، انت كل اللي عاوز انك انت تاخد اللقطه، وبالفعل بتاخد اللقطه. هوي رئيس نادي الاسماعيلي اهو، ولكن النادي عندك ملهوش اي اهميه، بالتالي النادي بيغرق بيغرق بيغرق. انت مشيت حمد، مشيته على اي اساس؟ حمد ماله؟ حمد مالك انك انت تكمل الموسم بحمد؟ انت النهارده عماد سليمان ياخد 4 مع الرأفة من النادي الاهلي. النادي الاهلي عظيم فعلا، النادي الاهلي فريق بطل فعلا، ولكن مش لدرجه ان يدي الاسماعيلي اللي كنا بنقول عليه نادي الاسماعيلي، اللي كنا بنقول عليه اجمل فريق ودراويش الكرة المصرية، ياخد 4 مع الرأفة. ضربتين جزاء، ضربة تضيع، ضربة تيجي وضربة تضيع، وضربة ما تتحسبش. المهم ان في حاجة غلط في إدارة نادي الإسماعيلي، مش في لعيبة الإسماعيلي أو في المدير الفني. الزمالك يعملها أمام بتروجيت يهدف في البداية، مفيش حاجة تستغرب عليها. سبحان الله، يعني أنا عن نفسي بستغرب إزاي هم لسه بيسنطروا، تيجي كورة كده بالغلط على مرمى بتروجيت، اللاعب بدل ما يخرجها بره يدخلها جوه المرمى بتاعه، ما تعرفش إزاي. النهارده شايفين أحمد السيد زيزو في حالة لخبطة ذهنية. أحمد السيد زيزو مش هو لاعب الزمالك، مش هو لاعب المنتخب. أحمد السيد زيزو بيفكر في الملايين اللي عاوزها عشان خاطر يمضي، بيفكر هيفضل في الزمالك ولا هيمضي للأهلي ولا هيحترف بره. أحمد السيد زيزو ما عندوش ركيزة إن هو يكون مركز في المباراة نفسها، بعكس محمد صلاح بيتفاوض مع ليفربول، ولكن كل مباراة مستواه بيتطور، كل مباراة مستواه بيعلى. ليه؟ لأنه دون فكر احترافي. هنا تنقص أحمد السيد زيزو الفكر الاحترافي، ما عندوش الفكر الاحترافي، لذلك بتلاقيه هو بيفكر هيعمل ايه، بيفكر الزمالك هتقدره ولا مش هتقدره، بيفكر ان هو يحترف بره ولا يقعد داخل مصر ولا يمضي للأهلي ولا يفضل في الزمالك. فالتفكير دون بيأثر على مستواه في الملعب. تلاقي أحمد السيد زيزو مش هو اللي في الملعب اللي متعودين عليه، بعكس محمد صلاح ربنا يحرسه، سايب الدنيا ماشية زي ما هي ماشية، ولكن في النهاية بيفكر في الملعب هيعمل ايه، بالتالي بيتطور، عكس أحمد السيد زيزو اللي هو مستواه بيتدهور. الأهلي عمل رباعية جميلة مع الإسماعيلي، وأنا شايف إن الأهلي لازم يلعب أمام الزمالك ب2 مهاجمين. معرفش بقى ازاي هتقول لي المفروض إن هو يحترم الزمالك ولا يلعب بنفس طريقته مهاجم واحد ومش عارف القصة. أنا ما معرفش، أنا اللي أعرفه إنك أنت النهاردة فريق كبير، فريق هتلعب كاس العالم للانديه، انك انت عندك الاستعداد انك انت تلعب ب2 راس حربه. يبقى مارسيل كولر لازم يعد ان هو ممكن يلعب 2 راس حربه في وقت، وافضل مناسبه انك انت تلعب امام فريق بطل زيك انك انت تلعب امامه ب2 مهاجمين. ايه المانع وايه المشكله وايه فيها لما تلعب ب2 مهاجمين مكان مارسيل كولر، مكان مانويل جوزيه بيلعب 2 مهاجمين؟ ايه المشكله؟ القلعه الحمراء مستمره، الخطيب نشط القلعه الحمراء، والف مبروك على الاستاد الجديد واللي بيتم انشاؤه على مسافه 4 سنين وشهرين إن شاء الله هيكون انتهى العمل في الاستاد الجديد للأهلي القلعة الحمراء.